هندي مثال بقى عشان نوضح الفكرة اكتر ونوضح الخطوات اللي قلناهم نوضحهم ازاي هنعمل. هنفترض مثلا ان انت اخترت مراجعة الموبايلات، محتوى مراجعة الموبايلات. هتبدأ بقى تتفرج على صناع المحتوى في المجال بتاعك ده عشان تستفيد منهم وتشوفهم بيبدأوا ازاي، بيصوروا ازاي، هتستفيد منهم عامة. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى تبدأ تختار موبايل معين، اكيد مش لسه هينزل، اكيد نازل عشان تعرف تجمع عنه معلومات. هتبدأ تختار واحد وتكتب عنه سكريبت، يفضل تكتب سكريبت عشان بيبقى احسن ويديك فكرة، تكون فكرة عامة وصورة عامة. مش شرط تمشي على السكريبت بالظبط، ممكن عادي تطلع براه، بس هو هيخليك تحكي في الموضوع يعني تطلعش بره. قلنا خلاص اخترنا موبايل معين وجهزنا ليه حلقة، هنبدأ بقى نصورها ونشوف نفسنا هل الموضوع سهل بالنسبة لنا في حصول على المعلومات عن الموبايل، طريقة الإلقاء كده سهلة وحلوة. عادي عيد كذا مرة التصوير مش مشكلة، هتلاقي الدنيا سهلة واحدة واحدة هتمشي معاك. لو لقيت المحتوى ده مش مناسب ليك شوف محتوى تاني عادي، بس أهم حاجة المحتوى بتاعك تكون بتحبه عشان تعرف تبدع فيه. وحاول برضو تبقى قناتك محتواها محدد، مش شوية أبقى مراجعة موبايلات، ما نفعش يبقى شوية ترفيهي، شوية تاريخي، شوية دراما، شوية مش عارف. انت كده هتشتت المتابع. يعني انا دخلت مثلا تبعتك انت عشان انت بتشرح موبايلات حلو، لما الاقيك غيرت اكيد هلغي الاشتراك مش هكمل. انا ما قلتلكش احصر نفسك في محتوى واحد، لا، المحتوى وتوسع فيه وضيف محتويات تاني، بس تبقى تبع الموضوع ما تطلعش بره.